أهلا وسهلا بكم في قناة فكرة وكتاب، المكان اللي هتلاقي فيه ملخصات لأهم الكتب بطريقة بسيطة وسلسة. كتاب اليوم كتاب السر للكاتبة روندا باير. بيتكلم عن فكرة قانون الجذب، يعني أي حاجة بتفكر فيها وتركز عليها سواء كانت إيجابية أو سلبية هي اللي هتحصل في حياتك. الرسالة الأساسية في كتاب السر هي قانون الجذب، بمعنى إن أفكارك ومشاعرك هي اللي بتحدد واقعك ومستقبلك. لما تركز على الأفكار الإيجابية وتعيش بمشاعر الامتنان والتفاؤل هتقدر تجذب ليك النجاح والسعادة والوفرة في حياتك. الكتاب بيأكد إنك المسؤول عن حياتك. الأفكار الرئيسية في كتاب السر: قانون الجذب، أي حاجة بتفكر فيها كتير وبتركز عليها سواء كانت إيجابية أو سلبية هتجذبها لحياتك. التصور الذهني، اتخيل نفسك حققت اللي عايزه وعيش الشعور ده كأنك خلاص وصلته، وهتبدأ تحس إن الكون بيساعدك توصل له. الامتنان، اشكر ربنا على النعم اللي عندك، لأن الامتنان بيجذب ليك المزيد من الحاجات الحلوة. الفكرة الأساسية لقانون الجذب إن لو فكرت بشكل إيجابي وركزت على الحاجات اللي عايز تحققها الكون هيساعدك تجذب الحاجات دي ليك. يعني ببساطة لو فكرت في حاجات كويسة وكنت مصدق إنها هتحصل هتبدأ تجيبها في حياتك. القلق مش بيأثر على حالتك النفسية، لكنه كمان ممكن يجيب لك تجارب أو مواقف مش مرغوب فيها. لما تكون في حالة قلق أو خوف انت بتبعت طاقة سلبية ليك، وده بيخلي الطاقة دي تتجذب لك بمواقف وأحداث سلبية. التصور، يعني انك تتخيل حاجات إيجابية ونجاحك في حياتك وكأنها حصلت بالفعل. يعني مثلا لو عايز تحقق هدف معين اتخيله في عقلك بشكل واضح، عيش التفاصيل بتاعته كأنك عايشه في الحلم ده. الكتاب بيقول انك لما تتخيل الحاجات دي وتركز عليها الكون بيبدأ يساعدك تجذبها لحياتك. التصور هو انك تتخيل هدفك وانك حققته بالفعل. اول حاجة لازم تبقى واضح في هدفك وتخيل نفسك عايش فيه. لما تتخيل هدفك حاول تحس وكأن الحلم ده بقى حقيقة. وعايز علاقة ناجحة اتخيل نفسك مع الشخص اللي بتحلم بيه مع كل التفاصيل الحلوة. التصور مش بس خيالات، ده كمان شعور حقيقي. لازم تحس بالفرح وانت بتتخيل. خلي عقلك دايما مركز على الحاجات الإيجابية مش على السلبيات. لو عايز تتخيل وظيفة جديدة باستخدام التصور حدد نوع الوظيفة، تخيل نفسك في الوظيفة، ركز في التفاصيل. إحساس الرضا، تصور البيئة المحيطة بيك، مخاطبة عقلك الباطن، وإحساس الامتنان. في كتاب السر الامتنان بيعتبر من أهم الحاجات اللي بتساعدك تجذب كل حاجة كويسة لحياتك. الكتاب بيقول إنك لما تكون ممتن للي عندك حتى لو كانت حاجات بسيطة ده بيخلي طاقتك إيجابية، بيفتح ليك أبواب خير أكتر في حياتك. إزاي الامتنان بيساعدك في الجذب؟ بيغير طاقتك. لو انت دايما شاكر للأشياء اللي عندك مهما كانت صغيرة بتكون طاقتك إيجابية، والكون بيرد عليك بأنه يجيب لك حاجات تانية حلوة، بيفتح لك فرص. لما تركز على الحاجات اللي ممتن ليها في حياتك الكون بيلاحظ ده وبيبدأ يفتح لك فرص. إزاي تمارس الامتنان في حياتك اليومية؟ ابدأ يومك بالشكر. أول ما تصحى حاول تفكر في 3 حاجات انت ممتن ليها سواء كانت حاجات بسيطة أو كبيرة. اكتب يوميا. لو بتحب تكتب كل يوم حاول تكتب في ورقة أو مذكرة أي حاجة كنت ممتن ليها في اليوم ده. حس بالامتنان، مش كفاية إنك تقول أنا ممتن. الكتاب بيقول إن الإيمان هو السر. الإيمان هو الثقة التامة في قدرتك على تحقيق أهدافك. يعني لما تؤمن إيمان حقيقي في نفسك وفي قدرتك على الوصول للي عايزه بتكون متأكد 1,000,000% إنك هتحقق أهدافك. الثقة دي مش بتيجي من براك، هي بتكون جوه عقلك وقلبك. الإيمان واليقين، صدق إنك تستحق تحقق أهدافك وإنه ممكن يحصل، ده سر النجاح. لو عندك إيمان حقيقي هتبدأ تشوف الفرص وتعمل الخطوات اللازمة لتحقيق هدفك حتى لو كانت التحديات كبيرة. كل ما كانت ثقتك أكبر كل ما كنت أقرب لتحويل أهدافك لواقع. ألف شكر ليكم كلكم على متابعتكم ودعمكم المستمر. وجودكم معانا في كل خطوة بيخلي كل تعب يستحق. دايما بفضلكم بنقدر نقدم أحسن. لايك، شير، سبسكرايب. نتمنى تشاركونا كل لحظة. في كتاب السر فكرة ان كل شيء في الكون طاقة هي فكرة اساسية. يعني ان كل حاجة حوالينا سواء كانت مادية او غير مادية هي عبارة عن طاقة فايبريتنج او اهتزازات. عندما تفكر في حاجة معينة انت في الواقع بتنشئ طاقة خاصة بيك جوه عقلك. في قانون الجذب تفكيرك هو نوع من الطاقة اللي بتأثر على حياتك وبتجذب اللي بتفكر فيه. كيفية تفعيل القانون. الوعي الداخلي يعني انك تكون واعي تماما بكل فكرة ومعتقد في عقلك. في الاساس هو فهمك ان الافكار دي مش مجرد كلمات او شعور لحظي،
لكن هي بتأثر في حياتك بشكل عميق. في كتاب السر تنقية الأفكار هي عملية التخلص من الأفكار السلبية والتركيز فقط على الأفكار الإيجابية اللي هتساعدنا على تحقيق أهدافنا. الكتاب بيأكد أن أفكارنا هي اللي بتشكل واقعنا. لو فكرت في حاجات إيجابية الكون هيساعدك وتبدأ تجذب الفرص اللي بتتماشى مع أفكارك. في كتاب السر العواطف تعتبر مرشد قوي في حياتنا لأنها بتدلنا على الاتجاه اللي بنمشي فيه. الكتاب بيقول إن العواطف هي وسيلة الكون علشان ترشدنا لما بنحس بحاجة كويسة أو مش كويسة. يعني لو مشاعرنا إيجابية ده بيكون إشارة إننا في الطريق الصح، لو مشاعرنا سلبية ده تنبيه إننا لازم نغير حاجة في أفكارنا أو مشاعرنا. التصور في كتاب السر يعني إنك تتخيل الشيء اللي عايزه في حياتك وكأنك عايشه بالفعل. الكتاب بيقول إن التخيل القوي ليه قدرة كبيرة على جذب الواقع اللي احنا عايزينه. التصور هو إنك تشوف حاجتك في عقلك قبل ما تحصل. لو عايز توصل لحاجة تصور نفسك موجود فيها كأنك عايشها دلوقتي. تقنية التصور هي طريقة قوية لتحقيق أهدافك باستخدام خيالك بشكل إيجابي. في كتاب السر بيتم التأكيد على أهمية استخدام التصور كأداة لجذب ما تريد إلى حياتك. خطوات التقنية: اختار هدفك بوضوح، تخيل وتصور بإحساس حقيقي، اشعر بالامتنان. في كتاب السر الامتنان يعتبر طاقة الوفرة، وهي واحدة من أعمق وأقوى الأدوات لجذب المزيد من الخير في حياتك. الكتاب بيقول إن الشكر والامتنان هم طاقة بتغير نظرتك للحياة، بيساعدوك تجذب ليك فرص وحاجات أكتر. قانون الوفرة في كتاب السر بيقول إن اللي بتحس بيه وتركز عليه في حياتك هو اللي هتجذبه ليك. لو كنت دايما بتفكر وتكون إيجابي هتجذب الحاجات الحلوة زي المال أو النجاح أو حتى السعادة في حياتك. الفكرة هي إن الكون كله بيستجيب لأفكارك. لما تكون مشغول في التفكير في الحاجات اللي عايزها هتبدأ تشوف فرص وحاجات بتتحقق. قانون الوفرة يعني إن الكون مليان فرص وموارد كفاية للجميع. يعني لو فكرنا بعقلية الوفرة هنشوف إن في كفاية للجميع وإن اللي بنحلم بيه ممكن يتحقق. ممارسة قانون الوفرة عن طريق التفكير بشكل إيجابي، نكون ممتنين لكل شيء حوالينا، نتخيل النجاح، نسجل أهدافنا ونشتغل عليها. في كتاب السر الإيمان والرغبة بيشملوا جزئين مهمين جدا في جذب الحاجات اللي انت عايزها في حياتك. الإيمان، الكتاب بيقول إنك لو مش مؤمن بالحاجات اللي عايزها مش هتقدر تجذبها لحياتك. لازم تؤمن جواك إنك تستحق الأفضل، إن الكون هيستجيب ليك. الرغبة هي مش بس إنك تتمنى حاجة، لكن إنك تحس بجوها وتعيشها كأنها حصلت بالفعل. لما يكون عندك رغبة قوية في حاجة وتكون مركز عليها بكل حواسك ومشاعرك ده بيجذبها ليك بسرعة. تحدي الشكوك في كتاب السر بيشير لفكرة مهمة جدا، وهي إن الإنسان لازم يواجه شكوكه الداخلية اللي بتمنعه من تحقيق أهدافه. الكتاب بيقول إن الشكوك مش بس بتمنعك من الجذب، لكن كمان بتقلل من قدرتك على إيمانك بإنك تستحق. الخلاصة في كتاب السر هي فكرة قانون الجذب اللي بيقول إنك تقدر تجذب أي حاجة في حياتك بمجرد ما تفكر فيها بشكل إيجابي وتؤمن إنها تحصل دايما. لو عندك رغبة قوية وحقيقية في حاجة وكنت مؤمن إنك تستحقها، الكون هيوجه لك الفرص لتحقيقها. الإيمان، لازم تكون واثق إنك هتحقق أهدافك وإن الكون هيستجيب ليك. الرغبة، خليك دايما مركز على اللي عايزه وحاول تتخيله كأنك فعلا موجود في الحياة اللي بتحلم بيها. الشكوك، لازم تواجه أي شكوك بداخلك وتستبدلها بإيمان قوي وإيجابي. الامتنان، كن شاكر وممتن لكل حاجة في حياتك مهما كانت صغيرة. الهدف هو إنك تكون شخص إيجابي وعندك إيمان قوي. شكرا على متابعتكم، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم دايما. ما تنساش تعمل سبسكرايب، لايك، وتشير الفيديو لعل غيرك يستفيد. من خلال تفاعلكم في الكومنتات تقدروا تختاروا كتاب من الكتابين اللي موجودين قدامكم. لا تستسلم أبدا، نيكي فيوتش، أو لا تهتم بصغار الأمور، ريتشارد كارلسون. شكرا لمتابعتكم.